السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بقناتي قناة وصفة مجربة ومضمونة. وصفتنا لليوم فطائر سمة التركية بطريقة شهية ومميزة بحشوة الدجاج والخضروات والجبنة على طريقتي. عجينة هشة من الداخل وذهبية مغطاة بالسمسم وحشوة بتشهي. بتمنى تجربوها تعطوني رأيكم، وبتمنى منكم دعم قناتي والاشتراك فيها، وما تنسوا تحتفظوا بالفيديو وتشاركوه لأنها عن جد وصفة تستحق التجربة. كل المقادير راح تجدوها على الشاشة وفي صندوق الوصف. وبسم الله نبدأ خطوة بخطوة. أول إشي نبدأ بالعجينة ونجهز سائل التخمير. في وعاء زجاجي راح أضيف فيه 2 ملعقة كبيرة سكر، 2 ملعقة كبيرة خميرة، وراح أحركهم جيدا مع بعض بالمضرب اليدوي. كوب ونصف حليب دافئ، 3/4 كوب ماء دافئ، 3/4 كوب لبن رايب. نخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي، وبعدين نغلفهم ببلاستيك تغليف ونضعهم في مكان دافئ حتى تنشط الخميرة. وننتقل لتجهيز المواد الجافة. عندي 7 أكواب ونص طحين أبيض متعدد الاستخدامات. طبعا في كل وصفاتي لما أستخدم الكوب فهو كوب المقاس 250 مل. راح أضيف لهم ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة بيكنج باودر. راح نخلطهم مع بعض بالمضرب اليدوي وأنتظر حتى يجهز سائل التخمير. ما شاء الله، شوفوا كيف تفاعلت معنا الخميرة. راح أضيف فوق سائل التخمير نص كوب زيت نباتي وأخلطهم مع بعض، وبعدين راح أضيف سائل التخمير فوق الطحين دفعة واحدة كما هو واضح. وقبل ما نبدأ بالعجين ندهن أيدينا بزيت نباتي لأن العجينة تلتصق بسهولة بالأيدي، ونبدأ نعجن. وهون بدي أحكي لكم لازم يكون عندنا زيت نباتي غير الموجود في الوصفة علشان ندهن أيدينا لتسهيل عملية العجن. هيك جهزت معانا العجينة. شوفوا ما شاء الله كيف العجينة ملمسها ناعم ومتوسطة الليونة. راح أغلفها ببلاستيك تغليف وأغطيها بغطاء قطني في مكان دافئ أقل إشي ساعة ونص حتى يتضاعف حجمها. وهلا راح نبدأ بخلطة الفلفل. في مقلاة على النار راح أضع كمية من زيت الزيتون. راح أضيف لهم حبتين بصل مقطع قطع صغيرة. نقلب البصل باستمرار مع الزيت حتى يصير شفاف، وأضيف فوقهم فلفل ألوان حبة من كل نوع، فلفل أخضر، فلفل أحمر، فلفل أصفر. أقلبهم مع بعض وأضيف فوقهم رشة فلفل ورشة ملح، ونستمر بتقليبهم حتى يذبل الفلفل قليلا. وهيك جهزت معانا خلطة الفلفل. وننتقل مباشرة لتجهيز خلطة الدجاج والفطر. وهون بدي أحكي لكم نبدأ بطهي الخلطتين بنفس الوقت. في طنجرة على النار راح أضيف لها زيت زيتون وأستنى لما ترتفع حرارة الزيت، وأبدأ بإضافة قطع الدجاج. عندي 750 غرام صدر دجاج خالي من العظم، قطعتهم شرائح رفيعة وقسمتهم 3 أقسام. راح نضيف أول جزء، وهون بتلاحظوا إنه حرارة الزيت عالية. نرتب قطع الدجاج حتى يتحمر الوجه الأول قليلا، نقلبهم على الوجه الثاني حتى يتحمروا. ولما يتحمر الوجه الثاني نرفعهم مباشرة عن النار ونضيف الجزء الثاني ثم الجزء الثالث، ونكرر عملية زي ما عملنا مع أول دفعة. ولما تجهز الدفعة الثالثة من الدجاج راح أضيف فوقها الدجاج اللي حمرناه سابقا، وأزيد فوقهم القليل من زيت الزيتون. ما شاء الله الدجاج ما نزل ماء نهائيا، فعشان هيك راح يظل طري معانا. وراح أضيف 3 فص ثوم مقطع شرائح وأقلبهم مع الدجاج حتى تظهر رائحة الثوم ويتحمر قليلا. وبعد هيك راح أضيف 150 غرام فطر مقطع شرائح رفيعة. أخلطهم مع بعض وأضيف فوقهم ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من البهارات التالية: بابريكا، كركم، بهارات مشكلة، والقليل من الكمون، والقليل من الفلفل الأسود، وملعقة كبيرة زعتر جاف. أخلطهم مع بعض وأغطي الطنجرة وأتركهم 5 دقائق، وأثناء ذلك لازم نقلبهم باستمرار. بعد 5 دقائق راح أضيف فوقهم خلطة الفلفل وأخلطهم مع بعض، وأغطي الطنجرة وأتركها على النار تقريبا من 3 إلى 4 دقائق. بعدين راح أرفع الطنجرة على النار وأوزع الحشوة في طبق واسع عشان ما يصير فيها رطوبة فتعجن معنا الفطائر من الداخل أثناء الخبز. ولما تبرد الحشوة راح أضيف لها زيتون أسود حسب الرغبة، وما يقارب 150 غرام جبنة موزاريلا. طبعا ضروري جدا نضيفها هنا عشان تتماسك معانا الخلطة أثناء الخبز. وهون عجينتنا جاهزة بعد ساعتين. ما شاء الله عن جد إنها روعة. راح أقسمها كرات وحجم الكرات يرجع لكم. وهون عملت معايا 29 كرة.
راح أغطيهم بكيس تفريز وغطاء قطني، وممكن ترشوا عليهم طحين وتغطوهم بغطاء قطني ونتركهم على الأقل 10 دقائق. وهون بدي أحكي لكم لما تقطعوا العجائن على سيليكون الخبز دائما حطوا ورق زبدة علشان ما يتقطع معنا ويخرب. بعد 10 دقائق نأخذ كرة العجين وأغمسها من كل الجهات في سائل مكون من ملعقتين كبار دبس عنب مع نص كوب ماء، وبعدين بسمسم محمص. بالنسبة لطريقة التشكيل أنا شكلتها بطبق زجاجي، وبعدين راح أضع فيها كمية من الحشوة، وآخر إشي أرش عليها جبنة موزاريلا علشان تتماسك فيها الحشوة. وإذا مش متواجد دبس العنب ممكن نخلط ملعقتين كبار عسل مع القليل من دبس الرمان في نص كوب ماء دافئ. نرتب الفطاير في صواني جرانيت، وإذا كانت ألمنيوم راح نحتاج ورق زبدة، ونتركها ترتاح 10 دقائق قبل الخبز في مكان بعيد عن الهواء أو نغطيها ببلاستيك تغليف. نخبزها في فرن محمى مسبقا على حرارة 200 حتى تتحمر من الأسفل، وبعد هيك نحمرها تحت الشواية. وأول ما تنضج الفطائر نتركها دقيقتين في صواني الخبز، وبعدين نرفعها على صواني عليها غطاء قطني ونرجع نغطيها كمان بغطاء قطني، هيك تحتفظ برطوبتها وما تجف معنا. وهيك وصفتنا صارت جاهزة، بتمنى تجربوها وبتمنى منكم دعم قناتي والاشتراك فيها، وشكرا لكم.